اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم يا أحلى ملكات، ملكات البيوت، ربات البيوت. النهاردة الكلام مش مجرد كلام عادي، دي قعدة صفا بيني وبينكم. هنتكلم في أصل الحكاية. ليه دايما بنشوف بيوت بتحس فيها بدفى حتى لو كانت البيوت دي بسيطة، تبقي نفسك تقلديها؟ في بيوت تانية بتحس إن الحيطان فيها سادة وباردة. السر كله في كلمتين بس: الونس والدندشة. وعلاقتهم واحدة خالص بكل راجل. احنا ربات البيوت أو أي ست في الدنيا هي من صنع الرجل. خلونا نتفق إن الونس ده أغلى عملة في البيت. عارفين ليه سيدنا آدم وهو في الجنة بكل نعيمها كان حاسس بوحدة؟ عشان كان ناقصه الونس. وربنا خلق له أمنا حواء عشان تسكن إليه ويونسها وتونسه. الونس ده يا جماعة هو إنك تلاقي حد بيشاركك في تفاصيلك الصغيرة، حتى لو كانت تفاصيل تافهة، بيسمعها مش بيتريق عليها. وبرضه الراجل، هو لما مراتك بتحكي لك موقف تافه حصل لها في السوق، أو هي طالعة على السلم مع جارة أو بواب أو أي حاجة عبيطة، أو حتى مع قطة شافتها في الشارع، هي مش ست رغاية، خلي بالك، لا، هي بتدور معاك على الونس، عايزة تتونس بيه. وانت كمان لما جوزك يطلب منك تقعدي جنبه وهو بيتفرج على الماتش وانت اصلا ما بتفهميش في الكوره، او يقول لك اعملي كوبايتين شاي وتعالي نتفرج على الماتش، هو مش عاوز يشرح لك الماتش ولا عايزك تتفرجي اصلا معاه على الماتش، هو عايز يحس بوجودك جنبه، بالونس. الونس اللي احنا بنعمله دايما كل يوم واحنا بنطبق الغسيل في وسط دوشه العيال وجوزك وهو بيتفرج على التلفزيون، بدل ما نطبق في اوضه لوحدنا. الونس هو الروح اللي بتمشي فيه البيت. طب ازاي بقى نكون احنا الونس ده؟ هنا بتيجي الست المدندشة. المدندشة دي يا جماعة مش هي اللي لابسة ذهب ومكياج طول النهار وفساتين فيها ترتر والكلام ده، لا خالص. الست المدندشة هي المريحة، اللي بيتها فيه راحة وجذب، بتخلي الراجل يخلص شغله بسرعة ويجري عشان يرجع له. والكتالوج العملي للست المدندشة: أول حاجة نظافة الروح والمكان. لازم روحك تبقى نظيفة، البيت نظيف والست نظيفة، هما أساس. البيت المكركب بيطرد أي بركة وأي ونس. مش لازم تحطي برفانات غالية، بس ريحة النظافة بتاعة البيت وريحتك انتي من النظافة هي اللي بتريح الأعصاب. النظافة مش مكلفة خالص. دش الصبح والبيت يبقى نظيف ومتروق ولابسة لبس نظيف وجميل زي الفل، شعرك مترتب، وشك بيضحك حتى لو يومك صعب. أول ما يفتح الباب يلاقي ست، مش لازم تستقبليه عند الباب، بس يلاقي ست بتضحك، في ابتسامة على وشها، ودي بتمسح تعب اليوم ويقول الحمد لله إن حد فينا مرتاح أو حد فينا بيضحك. حتى مع دوشة العيال، وربنا يعين طبعا اللي معاهم ولاد صغيرين، لأن الكبار بيبقى كل واحد في مكانه وفي سوقه. حاولي تخلقي ركن هادي بعد ما يناموا، لمي اللعب، رتبي المخدات، افتحي الشبابيك، هوي، شغلي بخور، عندك معطر حطي. اللحظة دي هي اللي بتبني الرصيد، بتخلي دايما ريحة بيتك مميزة. مهما دخلنا بيوت هتحسي ان انت عايزة ترجعي بيتك وهو عايز يرجع بيته، لان انتوا بيتكم مميز. هنا بقى لازم نقف ونبص شوية لكل راجل، ولو حد فيه من الرجالة بيسمعنا، ونقول له خد بالك، الست دي هي من صنعك انت. مفيش ست في الكون هتموت نفسها عشان رضاك وتديك 10 على 10 وهي بتتعامل بقسوة وإهمال، إلا أمك بس. اسمحولي أقولها أمك. مفيش حد في الدنيا بيدي من غير مقابل، هي الأم. أمك أنت بس هي اللي هتديك بدون أي مقابل، لكن أي ست تانية هي عبارة عن رصيد. عاوزها مدندشة دلعها، عاوزها هادية احضنها واحتويها،
عاوزها مهتمة بتفاصيلك، انت كمان بص لتفاصيلها حتى لو هايفة، وما تتريقش عليها واديها قيمتها. الجواز ده علاقة تبادلية. هتحط حنية واهتمام، هتاخد دلال وشياكة وبيت ملوكي. الست زي الأرض، لو سقيتها حب ومية هتطرح لك جنة، ولو أهملتها هتنشف وتدبل. عارفين يا جماعة البيوت بتموت بالصمت. ما تخلوش حياتكم دايما تبقى عاملة زي التلاجة، وكل واحد ماسك موبايله في ركن، والونس إننا نتنفس مع بعض، نضحك مع بعض، نقول المواقف البسيطة والهبلة والعبيطة اللي بتقابلنا طول اليوم لبعض. الست الشاطرة هي اللي تعرف تجر كلام وتخلق جو بذكائها. خليكي حنينة حتى وانت بتعملي أي حاجة، خليكي أنانية في انبساطك. يعني لما تنضفي وتتدندشي وتعملي أكلة حلوة اعمليها بحب، عشان انت كمان تكوني سعيدة. الست لما بتلاقي تقدير من جوزها تنسى تعب الوقفة في المطبخ وتعب تربية العيال. وفي الآخر، نصيحة من العمر بيجري، وهتلاقوا العمر فجأة جرى وانت مش عارفة هو جرى امتى، وتبتدي تختلقي المشاكل، تبتدي تقولي يا ضيعت عمري ببلاش. والولاد ضيوف عندنا يا جماعة. الولاد دول ضيوف، هيجوا وقت وهيسيبونا ويمشوا. هما بيجوا يونسونا شوية في فترة من عمرنا، بس لما بيكبروا بيمشوا ويشوفوا حياتهم، واحنا مش هنمسك في ديلهم. يعني مش هنقول لهم خدونا معاكم، ومش هيفضل غير انتي وهو في البيت. فيا ريت نلحق الونس مع بعض ونحن على بعض. وانت ايها الرجل، الست دي انت اللي بتعملها. هي بتخش لك من بيت ابوها وامها مش عارفة لسه الحياة هتبقى ماشية ازاي، هنعمل ايه. فيها بعض الصفات، بس انت اللي بتغير، انت اللي بتخليها من صنع ايديك. اجعل الست دي تشرفك وتملى بيتك نور. وقولوا لي بقى في التعليقات ايه اكتر لقطة ونس حصلت في بيتكم النهارده، وايه النصيحة اللي حابة تقوليها لكل ست لسه بتبدأ حياتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.